السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في السنة الثانية من الهجرة يوم 17 رمضان تحديدا زي ما بيقول العلماء، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع إن قافلة تجارية خارجة من مكة للتجارة بقيادة أبو سفيان، ويقرر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه يسترد أموال المسلمين المنهوبة اللي تركوها بعد الهجرة من مكة للمدينة، سابوا كل فلوسهم وبيوتهم وكل حاجة ويخرجوا في سبيل الله هجرة من مكة إلى المدينة. ويقرر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يسترد الأموال المنهوبة دي بدون إراقة دماء وبدون أي حرب ولا خوض أي حرب، والظروف تتغير والأحداث تتغير وتكون معركة بدر الكبرى أو يوم الفرقان زي ما ورد في القرآن الكريم. هنتكلم عنها بالتفصيل ولكن بعد الفاصل استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نور في قلبي ومعركة بدر الكبرى، يوم فعلا فارق في حياة المسلمين، يعني يظهر فيه الحق والباطل ويظهر فيه شجاعة المسلمين اللي كان عددهم تقريبا 300 إنسان مسلم في مقابل 1000 من غير المسلمين. يسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن قافلة كبيرة تجارية خارجة من مكة بقيادة أبا سفيان، وأبو سفيان يعرف إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر إن هو يكون في مقابلهم، ويفتكر إنها حرب أو يفتكر إن هي غزوة جاية عليهم، ويبعت أبو سفيان لمكة بيستنجد بيهم وبيقول لهم إن محمد والمسلمين جايين يحاربونا. يبعتوا قريش 1000 رجل منهم مجهزين تماما وعندهم استعداد قوي للحرب، ويقرر أبو سفيان أنه يغير المسيرة بتاعته في طريق مكة، يمشي من طريق تاني. فلما يسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أبو سفيان غير الطريق، فيبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتراجع عن هذا الموقف. ولكن قريش بقى كان في قدامهم حاجة من الاتنين، نحارب المسلمين ولا ما نحاربش. اختلف المشركين في الوقت ده، وخلاص أصلا أبو سفيان غير المسيرة إلى مكة ومشي من طريق تاني ومش هيقابل المسلمين، ولكن هم كانوا خرجوا واستعدوا 1000 رجل في مقابل المسلمين. واللي قرر الحرب ويستمر فيها ويبقى عايز فعلا يهجم على المسلمين هو أبو جهل، ويقول لهم لا، احنا نقعد ويعني نعزف الموسيقى وترقص الجواري ونوقد النار العظيمة حتى تهابنا العرب، ويكون المعركة الكبيرة بقيادة أبو سفيان والأمر فيها يكون لأبو جهل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يضطر للحرب، ولكن يجمع المسلمين ويبدأ ياخد مشورتهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيم، وكانت المبايعة بين المسلمين لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، بيع أهل المدينة على فعلا الدفاع عن المدينة لكن جواها. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يوصل لبدر ويعرف أن المشركين قرروا أن هم يعملوا غزوة كبيرة، فيبدأ يستشيرهم النبي عليه الصلاة والسلام ويهمه جدا رأيهم، علشان المبايعة كانت جوه المدينة، لكن دلوقتي احنا خرجنا المدينة هتبقوا معانا ولا لا؟ ويقف الأنصار بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له مفيش فرق بيننا، مهاجرين وأنصار، احنا مسلمين وخارجين كلنا. توحيد الصف مهما كان المكان ومهما كان الوضع، اتحاد الصف بين المهاجرين والأنصار واقفين كلهم في ظهر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا فارق معاهم. على فكرة كان في وقت منهم، كان في جماعة منهم بيقولوا لا بلاش نخرج، وينزل قول الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المسلمين في الوقت ده ولا كانوا في نيتهم حرب، والنبي عليه الصلاة والسلام ولا كان في نيته حرب ولا معركة، ولكن اضطر لخوض الحرب دي لما أبو سفيان أو أبو جهل بقى هو اللي قرر ورفض الرجوع حتى تهابنا العرب. وهنشوف بعد شوية كان موت أبو جهل آية من آيات الله في معركة بدر الكبرى. يخرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويصف جيش المسلمين، ورغم أنه مبشر بالنصر إلا أنه يدعي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع يده بالدعاء حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. ده يعني دليل على الاستغاثة في الدعاء. وينزل قول ربنا سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم معركة بدر الكبرى ما كانش دعاء عادي، لا، ده ربنا يشبهه إنه استغاثة. يا رب احنا عددنا قليل وهم 1000،
واحنا 300 تقريبا، يعني تقريبا الثلاث أضعاف. ومع ذلك يدعي النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيث إلى ربه، ويفسر لنا القرآن الموقف العظيم في هذا الوقت. ويعني إذ تستغيثون ربكم، ويرفع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيده، ويسقط رداء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من على منكبيه. اللبس بتاع النبي عليه الصلاة والسلام من كتر ما هو رافع إيده يقع من على كتفه، ويرفعها له سيدنا أبو بكر ويقول له: بعد من شدتك فإن الله منجزك ما وعدك. يعني الله عز وجل هينجزك، هيستجيب لك، بالراحة شوية. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستمر في الدعاء. الموقف ده ما يعملوش غير حبيب. يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعمال يدعي ورافع ايديه، وسيدنا أبو بكر يزمله، يضمه كده من ورا من ظهره، ويقول له: بعد من شدتك، بالراحة شوية، فإن الله منجزك ما وعدك. سيدنا أبو بكر الصديق ليه مواقف كتير جدا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة يعني هو ثاني اثنين زي ما القرآن يقول لنا. حاجات كتير ما يعملهاش أبدا أي بني آدم مع حد إلا لما يكون هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اللي يقرأ في سيرة أبو بكر الصديق سيدنا الصحابي الجليل سيدنا أبو بكر الصديق يعرف إن هو كان له وضع تاني تماما، واختياره من ربنا سبحانه وتعالى كان لأمور معينة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فكان سيدنا أبو بكر معروف بالرحمة واللين. وكانت حتى السيدة عائشة تقول لسيدنا النبي: إن أبي رجل بكاء. سيدنا أبو بكر رجل يعني شديد البكاء، ولما كان يصلي بالمسلمين، لما استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية حياته كان بيصلي ويبكي. فالأمر مع سيدنا أبو بكر يعني محتاج حلقات لوحده. يقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويصف جيش المسلمين ويقول: يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. العصابة جماعة من الناس، وسيدنا النبي بيدعي لصفوف المسلمين ويقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ويفضل يدعي لحد ما يجي الموقف بتاع سيدنا أبو بكر ويحضنه من ظهره، ويبشره بقى سيدنا النبي بعد انتهاء الدعاء بإن سيدنا جبريل ينزل من السماء في الوقت ده، وجات البشرى بالنصر في الوقت ده. مواقف كتير حصلت في معركة بدر الكبرى، يوم الفرقان العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أظهر فيه معادن المؤمنين وصفاتهم القوية. وطبعا القريشيين بقى المشركين جايين ويعني مجهزين نفسهم وعندهم نوع من الاستهتار بالمسلمين، ودي كانت معجزة كبيرة. معجزة تانية: إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. معجزة من معجزات يوم بدر العظيم، التقليل في الأعين. يعني إيه؟ عدد المسلمين كان في اليوم ده 300، وعدد غير المسلمين كان تقريبا 1000. ربنا سبحانه وتعالى يعمل لنا معجزة كبيرة جدا، وهي إن المشركين يشوفوا المسلمين قليلين، فيحصل إيه؟ فيحصل إن هم يستهتروا بالعدد، فيبدأوا إن هم يستقلوا بالموقف العظيم. وربنا سبحانه وتعالى يعمل نفس الموقف مع المسلمين، فيقلل عدد المشركين في عينين المسلمين علشان هم كمان ما يخافوش وما يهابوش الموقف. فعل واحد ولكن النتيجة مختلفة للفريقين. موقف عظيم يوم الفرقان، هنكمل تفاصيله ولكن بعد الفاصل، استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ونور في قلبي، معركة بدر الكبرى، دروس وعبر، آيات تذكر في القرآن عن اليوم العظيم ده علشان كل آية منهم ناخد بالنا منها. لازلنا بنعيش في حياتنا معارك زي دي، لازلنا بنعيش تحديات كبيرة قد تكون مش بالحرب المعلنة أو الحرب الحقيقية على الحقيقة، ولكن كل واحد مننا جواه معركة داخلية زي المعركة دي، وربنا سبحانه وتعالى بينزل على قلوبنا المعجزات زي ما بالظبط يحصل مع المسلمين في يومها. كنا بنكمل قول الله سبحانه وتعالى: إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. الفريقين يظهروا قدام بعض قليلين، ودي معجزة من رب العالمين علشان المشركين اللي عددهم كبير جدا يستهينوا بالموقف ده ويستهينوا بعدد المؤمنين، فبالتالي ما يعدوش العدة قوي. والعكس، إن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى يقلل العدد التاني في عينيهم علشان يعني الخضة اللي جوه قلوبهم. وطبعا دي أول معركة بعد الهجرة وأول معركة للمسلمين، فيبقى الأمر بالنسبة لهم هين ولين شوية. معجزة كبيرة. أحيانا بيحصل لنا احنا حاجات زي كده، ربنا سبحانه وتعالى تبقى أنت داخل على موقف كبير جدا،
بتغير وظيفة، ولا رايح وظيفة جديدة، ولا رايح داخل حياة جديدة، هتتجوزي أو هتروحي بيت جديد، ربنا سبحانه وتعالى يهون الأمر في قلبك علشان بس هول الموقف يهدى جواكي. معجزات بتحصل لنا لا زالت إلى الآن، ومعية الله سبحانه وتعالى اللي كانت مع المؤمنين في يوم بدر هي نفس المعية. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وهو معكم أينما كنتم، في أي وقت وفي أي مكان. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في بداية الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض واستوى على العرش ويعلم كل ما في الأرض ويعلم كل ما في السماء. وفي نهاية الآية: وهو معكم أينما كنتم. يعني سبحانه وتعالى لا يشغله ملكه عن معيته معاك. ما تستهينش بأن ربنا معاك في كل موقف بسيط أو كبير. وإحنا سايقين عربياتنا وماشيين، إحنا ماشيين في ستر من الله سبحانه وتعالى. ولا أنت سواق محترف، ولا أنت حد يعني محترف في مكانك فعشان كده أنت ماشي بشطارتك، لا، كلنا ماشيين في الحياة بالستر. ومهما كان أنت أعديت العدة لموقف معين، ولكن في النهاية ناس كتير أعدت نفس العدة، وناس كتير حصلت لها نفس المواقف لكن ما توفقتش. بس ربنا سبحانه وتعالى معانا في كل موقف احنا بنكون فيه. المسلمين يخرجوا ويستعينوا بالله، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون في المقدمة، حتى إن سيدنا علي كان بيتحامى فيه في معركة بدر. يكون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة، ولما علم الإخلاص الله سبحانه وتعالى كان مع المؤمنين، ولكن اضطر المؤمنين لخوض هذه المعركة الكبيرة باستفزاز من المشركين. يستفز المشركين المسلمين في مواقف كتيرة هنتكلم فيها بالتفصيل، ولكن بعد الفاصل استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نور في قلبي ومعركة بدر الكبرى، دروس وعبر حتى الآن بتعرفنا معية ربنا سبحانه وتعالى لينا، مهما كانت العدة قليلة ومهما كان الموقف كبير، لكن الله سبحانه وتعالى معنا. معركة يذكرها القرآن في آيات كتير ومعجزات كبيرة علشان ربنا سبحانه وتعالى يوصل لنا رسالة إن المعارك اللي بتاخدها في حياتك الله عز وجل مطلع عليها، ومعيته معاك حتى لو أنت ما تعرفش. مش لازم كل حاجة نشوفها بعينينا. مشكلتنا هي الإيمان، والإيمان هو تصديق بالقلب. أحيانا كتير حد يتعرض لموقف ونقول له ربنا معاك، ربنا هيوفقك، استعين بالله. هو عايز أشياء ملموسة، عايز حاجة تبقى طب أعمل إيه؟ مش كل حاجة لازم نشوفها. معية ربنا سبحانه وتعالى معانا حتى وإن لم نراها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا كده في معركة بدر إن ربنا عز وجل: إذ تستغيثون ربكم، في الدعاء العظيم اللي يدعيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويظل يدعو حتى تنزل البشرى من السماء. وربنا سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، على طول تيجي فاء الاستجابة: فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. ربنا عز وجل ينزل الملائكة، حتى إن واحد من الصحابة يروي لنا ابن عباس، سيدنا ابن عباس يروي لنا إن واحد من الصحابة بعد انتهاء المعركة يتكلم ويقول إيه؟ يقول: أنا شفت في هذه المعركة كأني أسمع صوت يعني اللي هو زي ما بنسميه كده الضربة، يعني كأني أسمع ضربة صوت بالسين مش صوت، كأني أسمع ضربة صوت وأرى فارس من المشركين يقع على الأرض، وأسمع صوت يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم، ثم يقع المشرك على الأرض وكأنه ضرب من بعيد من غير ما يشوف حاجة. فيجي يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: هذا إمداد الله بالملائكة. الملائكة كانت معانا موجودة. يعني الإيمان بالملائكة من معجزات اللي لازم نؤمن بيها، الغيبيات. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، زي ما يعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. الملائكة ربنا سبحانه وتعالى بينزلهم لنا حتى الآن، ولهم وظائف من ضمنها إن هم بيستغفروا للمؤمنين. الملائكة موجودين معانا بإمداد من الله سبحانه وتعالى، ملائكة حفظة وملائكة سياحة تسيح بالليل وبالنهار وتستغفر للعباد وتدعو لهم. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان حتى وإن لم نراه من الغيبيات. هنكمل في معركة بدر الكبرى، ولكن بعد الفاصل استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل في دروس وعبر من معركة بدر الكبرى.
كنا بنتكلم قبل الفاصل عن إمداد ربنا سبحانه وتعالى بالملائكة مع المسلمين في اليوم ده. ينزل 1000 من الملائكة مدربين ومجهزين من رب العالمين علشان يحاربوا مع المؤمنين. والإيمان بالملائكة الحقيقة يعني حاجة غايبة كده عننا ما بناخدش بالنا منها. يعني فاكرين دايما ان الشياطين حوالينا وبنتكلم عنهم، وده حقيقي، ولكن كمان في امداد خير اللي هو زي ما بنقول كده الضمير. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن: الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. طول الوقت في ملائكة بتستغفر لك، لما تعمل حاجة غلط تدعي لك. واستغفار الملائكة أو دعوة الملائكة، تخيل لما تدعو لواحد بظهر الغيب والملائكة تقول لك أمين، أنت تدعو له تفتكر حد حبيبك كده وتقول والله ده فلان عنده كرب، يا رب وفقه، يا رب اقف معاه، يا رب عينه على حاله، والملائكة جنبك تقول آمين ولك بالمثل، تأمن على دعائك وتدعي لك. تخيل أنت لما تدعي، أنت إحنا البشر ندعي لبعض والملائكة تأمن. تخيل لما نعمل إحنا حاجات غلط طول الوقت أو نذنب ونعمل معاصي والملائكة تستغفر. الملائكة غيب لا نعلمه، هذه المخلوقات النورانية اللي ربنا عز وجل يخلقها لها وظائف كتير جدا، ولازم إن إحنا نؤمن بيها حتى وإن لم نراها. معركة بدر الكبرى معركة كبيرة ولها دروس وعبر، من أهمها نزول الملائكة وموت أبو جهل. موت أبو جهل كان آية، اللي هو أصلا سبب في المعركة من الأول زي ما قلنا. ويجي شباب من شباب الأنصار اللي هم أصلا ما يعرفوش أبو جهل، شباب صغيرين لسه، ويسألوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يحكي لنا القصة ويقول: شابان يافعان جايين بسرعه يقولوا له: يا عم اين ابو جهل؟ هم مش عارفين شكله لان هم اصلا انصار من اهل المدينه. فيقول لهم: هناك. ابو جهل كان رجل ضخم، فيقول لهم: هناك قاعد اهو. اللي انتوا عايزينه ليه؟ فيقولوا له: سمعنا انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو بيحكي بيقول: فاخذ يبتدران فقتلاه. الاثنين بس لمجرد ان هم سمعوا ان هو يعني بيسب النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد انتهاء المعركه يرسل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابن مسعود علشان يشوف ابو جهل قتل ولا لا. فاول ما يروح له يقول له ابو جهل، يقول لسيدنا ابن مسعود، يقول له: لمن الغلبه يا روايع الغنم؟ حتى وهو بيموت في الاحتضار كمان عنده احتقار للاخرين ويعني ازدراء عليهم. فيقول له: الغلبه لله ولرسوله. فيموت ابو جهل. ابو جهل الضخم القوي في قومه، اللي له يعني زي ما احنا بنقول كده بلغتنا شنة ورنة، يكون موته عبرة وآية على يد 2 من شباب الأنصار الصغيرين، لمجرد بس ان هم يسمعوا انه كان بيسب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. آيات وعبر من غزوة أو معركة بدر الكبرى في يوم عظيم يسميه القرآن يوم الفرقان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بيوم كيوم بدر يظهر فيه الحق وينتصر فيه أهل الحق يا رب العالمين. أشوفكم حضراتكم بخير وحلقة جديدة ونور في قلبي. سلام عليكم.